وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة يا الله، وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب تأريم إمام الهدى ظاهرين ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. هنا الإمام يقول تقول 100 مرة، أنت بنيتك إنه 100 مرة. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. ثم تقول 100 مرة، ارفع ايدك، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا للحسين السلام صوت وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. أخواني الزيارة بها سجود من الإمام، إن شاء الله من توصلون للبيت إن شاء الله تتوضأ وتتوجه مثل صلاة الصبح نية أزور، نية صلاة الزيارة وهي ليلة وحشة. شلون اللي عندنا الميت أنه نصلي ليلة الوحشة. هاي الركعتين تهديها للإمام الحسين لأبي الفضل ولجميع الشهداء بين يدي الإمام الحسين، وتقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين وانت على التربة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله. هي المفاتيح الجنان بزيارة عاشوراء موجودة.
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. هاي واحد اجى الامام الصادق قال له سيدنا يا مولانا يا ابن رسول الله انا خايف. قال له انت منين خايف؟ قال له انا خايف من اول ليله دخولي للقبر، انا خايف من ذيك الاهوال ومن ذيك الامور اللي تذكر. قال له من الزور عاشوراء اقول اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. هاي يوم الورود على الله سبحانه وتعالى هي اول ليلة نزول الانسان بالقبر، وانتم ان شاء الله خدام الحسين وانتم خدمة الحسين ومحبي الحسين وتدعون دائما سنويا، واحنا ولو ما ناسين الحسين سلام الله عليه، بس هاي مراسيم عزاء في هاي الايام وانتم قمتوا بيها وما قصرتوا من خلال بيوتكم عوائلكم مواكبكم، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وتثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، يعني بذلوا مهجهم ارواحهم وقلوبهم وارواحهم واعز ما يملكون في سبيل الحسين عليه السلام. وانتم قريتوا انتم اصحاب مجالس وما لا تنسون اي مجلس الحسين قعد فيه، اي مثل عزاء الحسين قعد فيه، والله العظيم هي ترى الرحمه والنعمه هي الكبيره الحسين سلام الله. ولو طولت عليكم بس هاي الامور إن كشباب احنا ان شاء الله راح تصير الزياره زياره الأربعين، فما نوصيكم انتم شباب حسيني واعي من اخلاقك ان شاء الله الباقين يشوفون اخلاقك يشوفون تصرفاتك وضعك تعاملك مع المواكب محافظتك على هدوءك صلاتك قراءة القرآن زيارات الأئمة